أهلا بكم في قناتكم سوريا والعالم. بسبب ظروف الحرب التي اندلعت في سوريا مطلع العام 2011 اضطر العديد من الفنانين السوريين لمغادرة سوريا والهجرة لهذه الدول. غادروا سوريا لعدة أسباب، كان من أهمها قلة فرص العمل بعد نقل العديد من شركات الإنتاج لأعمالها خارج سوريا بسبب ظروف الحرب. جمانة مراد الفنانة السورية المبدعة تقيم حاليا في مصر. الفنان الوسيم معتصم النهار ما زال يقيم في سوريا ويتنقل بين لبنان ومصر. الفنانة السورية النجم قصي خولي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية رفقة أفراد عائلته. أما الفنانة المبدعة وأيقونة الدراما العربية منى واصف تقيم في سوريا. الفنانان محمد الأحمد وأحمد الأحمد يقيمان في سوريا ويتنقلان بين عدة دول عربية لتصوير أعمالهم. الفنان الوسيم سامر المصري يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا دبي برفقة كافة أفراد عائلته. الفنانة طليقة تيمح الحسن ديما بياعة تقيم في السويد منذ فترة طويلة وهي ابنة الفنانة مها المصري. الفنان الكبير جمال سليمان يقيم في جمهورية مصر العربية قبل الحرب بسوريا ويتصدر فيها نجوم الدراما المصرية. كاريس بشار ما زالت تقيم في سوريا رغم الظروف المعيشية الصعبة وقلة فرص العمل فيها. أما الفنانة المبدعة شكرا مرتجى تقيم في سوريا وأكدت عبر العديد من اللقاءات عدم رغبتها مغادرة بلدها إطلاقا. أما المخرج المبدع سيف الدين سبيعي يقيم في لبنان ويتنقل بين العديد من الدول العربية والغربية. هذه كانت أهم الدول التي يقيم فيها الفنانين السوريين حاليا لعام 2024.